الشاعر أحمد كريدي الجبوري، محافظة بابل، مدينة القاسم المقدسة، الرقم 211، جامعة مرحلة ثالثة، هندسة حاسبات، كلية المستقبل، محافظة بابل يعني. وشكر لقناة الفرات الفضائية لإتاحة هذه الفرصة لنا لإظهار مواهبنا، وإن شاء الله التوفيق من رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حاليا أنا أبحث عن متسابق اسمه أحمد كريدي يحمل رقم 211، فشوفوا لنا وين أحمد كريدي. أحمد كريدي مغطي الرقم مالته. حياك الله حمودي، شلونك حبيبي؟ شلونك؟ زين الحمد لله على سلامتكم، سلامة وصولكم إن شاء الله. الله يسترك، رحمة الله عليك. شنو قصيدتك اللي راح أشارك فيها؟ والله إن شاء الله للحشد الشعبي طبعا أكيد، لأن هم الشرف إنه وتاج روسنا. أكيد الشرف وكل الشرف إنه. حمودي شنو طالب؟ والله إن شاء الله مرحلة ثالثة هندسة حاسبات. وعملك شنو؟ والله كاسب، أكيد كاسب. أنت شنو يعني مهيئ القصيدة، متحضر نفسيا؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله متهيئ. شو تشوف نفسك راح تكمل ويانا المراحل القادمة؟ والله التوفيق من رب العالمين إن شاء الله، وأملنا كبير باللجنة طبعا. تسهيل من الله. هم اللجنة طبعا ما راح يقصرون، وأكيد راح يرفدونكم بالمعلومات وبالملاحظات إن شاء الله، وإن شاء الله تتواصلون ويانا وتكملون ويانا المراحل القادمة، ونشوفك مرة أخرى إن شاء الله. هسه نتفضل على المنصة. إن شاء الله. تفضل. اللجنة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المتسابق أحمد كريدي الجبوري من محافظة بابل، مدينة القاسم المقدسة. كل الهلا بيك، ومدينة القاسم الرائعة بكل شيء. أنا طبعا من ساعة خلق قصيدتك قبل شوية، ويقرأ الشاعر اللي قبلك، وأشوف شو أقول، هاي اللي قاعد يقراها مو هن اللي موجودات في القصيدة. واكو داعي تقرا لي، انا ابو حسين حافظ قصيدتك وطايف حتى على راسي على راسي، الشرف اليوم ابو حسين. يراد مناظر لابو حسين. بس نظارات ياس. جاهز؟ ان شاء الله. قبل البدء أبودية لأم الشهيد، كنت ذاهبا إلى الدوام فوجدت امرأة واقفة أمام صورة ابنها الشهيد مخاطبة إياه، تقول له وقفت يم صورتك وجروح الشبان، مو شبراس بالدلال شبان. وقفت يم صورتك وجروح الشبان، مو شبراس بالدلال شبان. الخذك ذواق بس يختار، الخذك ذواق بس يختار شبان. قلت له الخذك مبروك، هذا الخذيته كحل السواتر كان شعرت لحيته. والقصيدة: حي الله الحشد، حي الله ولد حسين، حي الله التنخى وساحة الشدة، وحي الله الوجوه السمرة مو بس لون، سمار الغيرة من وجوههم ندة. هو اللي روحه خضرة الهور عايش بيه، كلش روحه خضرة الهور عايش بيه. ومن الشهبة تلقى سوال في الوردة، ينقلب الندى لورود عطشة ماي، ينقلب الندى لورود ذبلانات، ودموع اليتامى مشودرة بخده. الطير الهجر واكرشته هيزام طليل، ما يرجع اذا ما صيدته بقده. ابن ياشين الحرب مهوال من حطوه بيد عصاب تمه وبرنا والجده. وش يقول انا ام صاغت لي الهوسه، والكون معلق بضروسه. انا ابن الماساوى باطل، انا ابن التشيله المتروسه. واللي يسأل منو انا شصريج الموت، انا ويا الفشك كان سفره وي سمره. انا طلاب ثار وثار مال اعزاز، من كسر الضلع المهدي يتبرى. طبيت الحرب والمهد كان يلوق، ترى طف كربلاء عبد الله بثوره. شمرت الماي وانا بروحي كم بستان، لاجل عين العراق اللي هو ما عبره. وبسلامتكم. يا أحمد كريدي، أحمد أنت يعني عبرت أستاذ بس الهوسة عبرت بها، لأن هي هاي بالقصيدة. لا حتى النص اللي صار 12 بيت تقريبا قريب. لا أستاذ بس مرخصتك أستاذ، القصيدة الأبيات هن 10 بس، الهوسة عبرت بها لأن هي القصيدة 24 بيت، يعني اختصرتها قوة سويتها 10 أبيات. ما يخالف.
اعذرني. قصيدة رائعة وجميلة بيها هواي صور جميلة، منها تقول ينقل بالندى ورود ذبلانات ودموع اليتامى مشودرة بخده، وبعدها بالهوسة تقول انا ابن الماساوى مباطل، انا ابن التشيلة المتروسة. الله شرف لي. وطبيت الحرب والمهد كان يلوق، ترى طف كربلاء عبد الله بي ثورة. حلو جميل رائع. الله يستر عليك استاذ العزيز. ما عندي شيء وياك، قصيدتك رائعة وجميلة. نعم احنا اعتادينا بين استاذ مقداد، بس خلينا نغير. شوف استاذ شاكر. حياك الله يا احمد الكريدي. الله يحييك استاذ. احمد الكريدي طبعا احيانا للضروره يستعين الشاعر او يستهل قصيدته ببيت من الشعر الفصيح، وربما ابوذيه او حتى دارمي. انا ما اجد ضروره بان انت تستهل قصيدتك ببيتين، بيت ابوذيه وبيت دارمي. استاذ وقصيدتك نعم استاذ بس راح اسمع لك فاستهليت القصيده ببيت من الابوذيه وبيت من الدارمي، رغم ان الموضوع ما يحتاج ان انت مبرر. استاذ بس تنويه استاذ. لا ما اسمع لك. بعدين بديت بالقصيده، القصيده ضمنت اهزوجه غايه بالروعه، لان انتقلت من التجليبه الى الاهزوجه وهي العقيلي على راسي. مفعولات وغيرت قافيه، وكنت مبدع جدا. المأخذ الوحيد عليك انه كان مقحم ادخال الابوذيه والدارمي في بدايه القصيده. تفضل استاذ. بس قلت لك استاذ على التنويه استاذ، يعني الابوذيه لا مو داخل القصيده، الابوذيه يعني مقطوعه قبل القصيده. شنو الضروره لوجودها يعني؟ مو اني يعني هاي القصه. ما اي ضروره، انت كفيت ووفيت، قصيدتك جميله على راس استاذ. احيانا الشاعر يستشعر يضعف القصيده فيحاول ان يضيف لها قوه، يبدي بابوذيه او دارمي يشيل من. استاذ والله شهاده احتاج بها. شكرا لك. الله يساعدك. روح استاذ. حمود الوردة. على راس استاذ الوردة. اسلم راسك. العجالة تضيع المعنى استاذ، بس يعني يصير بلع للحروف او يصير بلع للكلمة، وبالتالي يصير بلع لجملة. يعني تبلعها سرعة ربكة اوكي ما مختلفين، لكن السرعة تروح حلاوة المعنى. يعني ايش قد حلو يجي المعنى، انت ما يعني ما حد راكض وراك بحيث انت هالقد مستعجل وروحت تقريبا. انا بالنسبة لي يعني راح جزء من المعنى، يعني راح سمعت اني صح، لكن جزء من المعنى انفقد بالعجالة اللي حضرتك وقعت بيه. استاذ بس قبل لا تكمل استاذ، انا ما احتاج شرح. شكرا. انا صحيح استاذ، انت على راسي، انت طبعا كبير. يسلم راسك. بس استاذ اكو البيت الثاني يستوجب ان يعني البيت الاول يستوجب البيت الثاني يجي براه مباشره على مود يوضح البيت الثاني. البيت الاول عذرا. موفق. على راس استاذ. حمود الله يساعدك. بعد روح استاذ مازن. شو وقت ترجع للقاسم؟ والله تسير رب العالمين ان شاء الله. ذمه برقبتك تندعي لنا. انا اشكرك على هاي المشاعر. ما عندي شيء وياك.